لأول مرة على اليوتيوب مقارنة كاملة بين حسابات الشباب في 5 بنوك مختلفة. المقارنة دي مش هتلاقوها في أي حتة، عشان كده ركزوا معايا كويس قوي. البيانات اللي في المقارنة دي متحدثة بشكل كامل. يلا بينا نعرف كل التفاصيل لكن بعد الانترو. مبدئيا كده لو جينا اتكلمنا على المقارنة فهي ما بين بنك مصر والبنك الأهلي وبنك اسكندرية، وحساب ببساطة من كيو ام بي والبنك العربي، وده أول مرة أتكلم عليه هنا في القناة. مبدئيا كده احنا طبعا بنعمل المقارنة بين حسابات الشباب. فبنك مصر عندك لازم يكون عمرك ما بين 16 ل 21 سنة. أما البنك الأهلي فالحساب بتاعه اسمه حساب توفير المستقبل، والمفروض من 16 سنة فما فوق. بعد كده بنك اسكندرية من 16 ل 25 سنة، وبعد كده كيو ام بي ببساطة، وده مميز لانه من 15 ل 21 سنة، واخيرا البنك العربي من 16 ل 25 سنة. تاني حاجة هو الحد الادنى لفتح الحساب. حساب بي ام او حساب الشباب بتاع بنك مصر مطلوب منك تحط 500 جنيه حد ادنى للايداع، والا لو انت مثلا حطيت المبلغ ده وجيت بعد كده صرفت المبلغ ده وقل عن 500 جنيه هيتخصم منك 10 جنيه عن كل شهر. فما تحاولش تقلل عن 500 جنيه في حسابك في بنك مصر. اما حساب توفير المستقبل فما فيش حد ادنى، بعكس في البدايه كان في حد ادنى. وبنك اسكندريه الرسمي مكتوب 50 جنيه، لكن انا بقول لك حط حوالي 250 جنيه. وحساب ببساطه ما فيش حد ادنى للحساب، والبنك العربي برضو حاليا ما فيش اي حد لفتح الحساب. بالنسبة لمصاريف فتح الحساب فبنك مصر مصاريف بسيطة جدا، يعني مصاريف الدمغة ومصاريف البطاقة، يعني حتى لو مكتوب مجانا على الموقع لكن بيكون فيه شوية مصاريف. أما البنك الأهلي المصري فما فيش تقريبا مصاريف، وبنك اسكندرية حوالي من 35 ل 50 جنيه. وحساب ببساطة مجانا ما عدا بس رسوم دمغة بتلاقيها مخصومة من حسابك حوالي 5 جنيه و86 قرش. أما البنك العربي فما فيش أي مصاريف لفتح الحساب. نيجي بقى عند أهم حاجة واللي بتفرق مع ناس كتير، وهو نوع البطاقة اللي بيديها لك الحساب. بنك مصر بيديك فيزا بي ام من نوع جولد، وركز قوي على نوع الجولد ده. اما البنك الاهلي المصري وحساب توفير المستقبل للاسف كان في البدايه بيديك ماستر كارد، لكن حاليا بيديك كارت ميزه فقط، وده اكبر عيب ليه، يعني شايفه ان عيب مدمر للحساب ده. اما بنك اسكندريه فبيديك فيزا او ماستر كارد، انا بنصحك بالفيزا وهي فيزا الشباب. بالنسبه لحساب ببساطه من كيو ام بي فبيديك ماستر كارد ببساطه، ودي ثابته مفيش منها نوعين. اما البنك العربي فبيديك فيزا الشباب من البنك العربي. بالنسبه لتفعيل الباي بال فبنك مصر احيانا، يعني ناس كتير ممكن ما يقبلش معاها وناس تانية اعرفهم بيقبل معاها. اما البنك الاهلي فللاسف كارت ميزه مش هيقبل معاك، وبنك اسكندريه كان يعني قبل كده كان بيقبل لكن حاليا في مشاكل، اتمنى بعد كده انه يقبل، لكن في الفتره الحاليه في شويه مشاكل بين بنك اسكندريه والباي بال. وحساب ببساطه كده كده ماستر كارد مش هتعرف تسحب عليها من الباي بال. والبنك العربي مميز جدا ان فيستو لحد النهارده بتقبل تفعيل والسحب من الباي بال. عموله التعامل الدولي او المواقع الدوليه فبنك مصر 10% والبنك الاهلي 10%، لكن مش هتستعملها لانه كارت ميزه. اما بنك اسكندريه مميز لانه لحد دلوقتي لسه 6% وببساطه 10%، والبنك العربي 10%. حدود التعامل الدولي بنك مصر تديك حدود تعامل ما يعادل 200 دولار شهريا. اما طبعا البنك الاهلي فما فيش حدود لان البطاقه من نوع ميزه. وبنك اسكندريه حوالي ما يعادل 2500 جنيه يوميا و5000 جنيه شهريا، على حسب بقى سعر الصرف. قيس المبلغ ده بالجنيه المصري واعرف هتصرف قد ايه. لكن خد بالك اي حد تعامل لازم بيكون من ضمنه عمولة التعامل، يعني الحد ده من ضمنه حدود التعامل، فقلل عن الحد ده حوالي 10%. بالنسبة للحساب ببساطة من كيو ام بي حساب الشباب ما يعادل 7000 جنيه مصري شهريا. اما البنك العربي فمن 5000 ل 10000 جنيه مصري شهريا او ما يعادله بالعملات الاجنبية، وركز لان الحدود دي متغيرة. بالنسبه لاستلام الحوالات فكل الحسابات دي تقدر تستلم عليها حوالات، نتيجه ان هو بيديك ايبان وسويفت كود تديهم للشخص المرسل سواء بقى بايونير او وايز او ايا كان، وبيتحول لك الحواله اضافه البطاقه لطريقه دفع جوجل بلاي. فبنك مصر احيانا الناس بيشتغل معاها واحيانا لا. اما البنك الاهلي فمش هيقبل معاك حتى لو بطاقه فيزا او ماستر كارد، يعني مش شرط عشان نوع ميزه فمش هيقبل، لا كل البطاقات مش بتقبل. بنك اسكندريه بيقبل، وحساب ببساطه قبل معايا وعملت لكم فيديو. والبنك العربي بيقبل.
بالنسبه للربط مع ادسنس نفس الكلام اللي انا قلته لكم على الحوالات، ادسنس بيتربط بالايبان والسويفت بتاع البنك، وطالما معاك الكلام ده من الحسابات اللي بتفتحها هتقدر تستلم عليهم حوالات من ادسنس بدون اي مشاكل. شحن سكريل ونتلر بنك مصر احيانا، يعني احيانا الناس فيزا جولد بينفع معاها واحيانا لا. بالنسبه للبنك الاهلي ولا بنك اسكندريه ولا حساب ببساطه بينفع، والبنك العربي نادرا ما بيقبل مع حد. بالنسبه لشحن بنك ماي فين، واللي ما يعرفش بنك ماي فين هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو فيه شرح كامل لبنك ماي فين. البنك ده بيتشحن بالبطاقات المصريه، واغلبيه البطاقات دي بتشحن معاك، يعني ممكن مره ومرتين لا، مره وثلاث مرات لا، لكن في النتيجه ان في ناس قبل معاها من البنوك اللي بشرحها لكم. شحن البيبل، فبنك مصر احيانا بيقبل، بنك الاهلي مش بيقبل، بنك اسكندريه احيانا بيقبل، كيو ام بي ببساطه مش بيقبل، والبنك العربي برضو احيانا. بالنسبه لنوع الحساب فبنك مصر بيديك نوع حساب من نوع توفير، اما البنك الاهلي فبرضو من نوع توفير، وبنك اسكندريه من نوع توفير، بس حساب ببساطه بيديك حساب من نوع جاري. واللي ما يعرفش ايه حساب ببساطه برضو شرحته لكم هتلاقوه في وصف الفيديو. والبنك العربي برضو من نوع توفير. بالنسبه لاقصى رصيد تقدر تحطه في الحساب ده، وخلي بالك ده حساب شباب، يعني مش مطلوب منك اثبات دخل، فمعظم البنوك بتشترط ان انت يكون عندك حد اقصى للرصيد، والا بعد كده ممكن يكمل لك حسابك او يسالك عن مصدر الدخل، لانه مش منطقي ان شاب يكون في السن ده يكون معاه مبلغ كبير. بالنسبه للبنك الاهلي حدد لك حد نص مليون جنيه، اما بنك مصر فما حددش حد، لكن برضو ما حاولش تزيد عن حد اللي هو نص مليون طبعا، يعني لو ربنا كرمك وكده، لان برضو ممكن يستعلموا منك عن المصدر. بالنسبه لبنك اسكندريه فما حددش، بنك كيو ام بي ببساطه فحدد لك حد هو 100,000 جنيه، وبعد كده هيجمد لك حسابك وهيضطر يطلب منك اثباتات والوصي بتاعك ويعرف مصادر الدخل والكلام ده كله. والبنك العربي ما حددش. بالنسبه للحد الادنى لاحتساب العائد، زي ما قلت لكم ان الحسابات دي من نوع توفير ما عدا حساب ببساطه، فالحد الادنى لاحتساب العائد في بنك مصر هو 500 جنيه، اما البنك الاهلي المصري 3000 جنيه. بالنسبه لبنك اسكندريه فهو 250 جنيه، وحساب ببساطه مفيش اصلا عائد لان ده حساب جاري. والبنك العربي هو اقل حد لاحتساب العائد هو 10000 جنيه. بالنسبه لضريبه الاستحقاق فبنك مصر مفيش، ولا الاهلي ولا اسكندريه ولا العربي، اما بحساب كيو ام بي عموما سواء ببساطه او غيره ففي ضريبه استحقاق. وضريبه الاستحقاق اللي هو لو انت عملت ايداع من الفرع لازم تنتظر يومين، او من الاي تي ام لازم تنتظر يوم، او من انستا باي لازم تنتظر يوم عمل. لو عملت التحويله في نفس اليوم مفيش اي مشاكل، لان ضريبه الاستحقاق دي لو اتصرفت في الفلوس قبل الموعد اللي انا بقوله لك بيخصم منك 1/1000 من المبلغ اللي انت سحبته. بالنسبه بقى واخر حاجه هو الربط مع انستا باي، فبنك مصر طبعا بيقبل، اما البنك الاهلي المصري بيقبل معاك، لكن لو انت اقل من 21 سنه ممكن البطاقه ما تقبلش الربط معاك. وطبعا انتوا عارفين ان انستا باي بيتربط بال 16 رقم بتوع البطاقه مش برقم الحساب البنكي. وبنك اسكندريه بيقبل وببساطه طبعا بيقبل، وده شرحته لكم في فيديو خاص بيه. والبنك العربي بيقبل، كلها بنوك مدعومه من ضمن انستا باي. اتمنى بكده ان انا اكون وصلت لكم كل حاجه. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.